السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. فيديو النهارده من الفيديوهات اللي انا شخصيا متحمسه لها جدا، لاني هستخدم حاجات جديده من ايفون. دايما بحس ان انتوا عندكم فضول او تعرفوا رايي في منتجات ايفون الجديده، فعشان كده دايما على طول بجيب منتجات ايفون الجديده واقول لكم رايي فيها. النهارده ان شاء الله هنجرب حاجات جديده مع بعض، ومعظمها من مجموعه باور ستاي. في حاجات اوريدي انا كنت مجرباها قبل كده، هسيب لكم لينك الفيديوهات بتاعتها تحت، وطبعا هقول لكم عليها في الفيديو. فيلا بينا، وفي اخر الفيديو هقول رايي عن المنتجات. يلا بينا نبتدي. طيب بداية انا مرطبة شفايفي باللي هو المرطب بتاع تناكل، هو بالاورنج ده من عند ياسو ستور. حط تاني مفيش مشكلة، انا بحبه جدا. هسيب لكم طبعا لينك ياسو ستور تحت في صندوق الوصف. تاني حاجة، انا اوريدي مرطبة تحت عيني بالشيت ماسك بتاعة ايفون الجديدة. فظيعة فظيعة فظيعة. انا اصلا بحب جدا جدا اي حاجة للبشرة بشجرة الشاي او بالشاي الاخضر. اي حاجه بالشاي او بالشاي الاخضر بتبقى رائعه للبشره، خاصه البشره المختلطه والدهنيه. فظيعه فظيعه، بتدي ترطيب ونضاره للبشره حلوه جدا. فالشيت ماسك دي اللي تحت العين حلوه قوي. تخيلوا دي فيها 30 شيت ماسك. استنى اوريها لكم. بصي هي بتيجي كده اهي بالمعلقه بتاعتها دي، تتفتح كده اهي شكلها. تمام. بتاخدي واحد وتحطيه هنا والتاني تحطيه هنا. هحاول احط لكم صورته هنا. برطب بيه تحت عيني لما اكون مثلا بعمل تنظيف بشره او حاجه، او لو حاسه ان تحت عيني جاف. فظيع، حلو جدا جدا جدا، وموفر بقى. ده بقى اكتر حاجه عجباني كمان، انه موفر جدا. دي فيها 30 شيت ماسك ب 230 تقريبا او حاجه في الحدود دي. انا كنت بشتري الواحد ب 25 جنيه، اللي هو الواحد استخدمه مره واحده. تخيلوا دي فيها 30 واحده، فسعرها موفر جدا جدا. وحاجه مهمه قوي قوي، شيليها في التلاجة. بصي لما تشيليها في التلاجة هتلاقي نتيجة منها حلوة قوي، لانها هترطب لك المنطقة دي، هتساعدك على اللي عندك انتفاخات او حاجة. فدي انا بشيلها في التلاجة على طول. طبعا انا كده كده هسيب لكم لينك صبايا ستور او بيبو تحت في صندوق الوصف، اللي بتبيع حاجات ايفون ودايما دايما عندها خصومات. فالبتاع ده ممتاز بصراحة. دلوقتي بقى هرطب تحت عيني بالكيو 10 من باليا. مش هحتاج كتير، لان انا اوريدي طبعا زي ما قلت لكم انا مرطبه بالشيت ماسك دي، فمش هحتاج ترطيب كتير اصلا. الحمد لله يعني تحت العين كويس كترطيب. النهارده مش حابه ان حواجبي تبقى غامقه قوي، فهستخدم الماسكارا بتاعه ايفون اللي هي ديت. تمام، دي ماسكارة حواجب من ايفون. دي درجتها اسمها لايت براون. هاخد منها وهرسم بيها حواجبي. تمام. لو انتي متفرجتيش على الفيديو اللي انا كنت عاملاه عن كل منتجات الحواجب بتاعه ايفون الجديده، هسيب لكم لينك الفيديو تحت. كنت يعني عامله لكم فيديو عن كل منتجات ايفون الجديده للحواجب. تمام كده. هستخدم الفرشه ديت من طقم بي اتش كوزماتيك، اللي هو الكوبي. الطقم دوت اللي هو بصوا اللي بيبقى جاي في دي، ده من عند ياسو ستور، اللي من عندها الليبستيك الليب تنت. البتاع ده طبعا استخدمته قبل كده كتير وبستخدمه على طول. بصراحه عجبني قوي الطقم دوت. جميل وشيك جدا بصراحه. فهستخدم الفرشه بتاعت الحواجب، بس انا اوريدي مرفعاها. لو ما تعرفيش ترفعي ازاي الفرشه بتاعت الحواجب، هسيب لكم لينك الفيديو بتاع نهى عراقي ازاي ترفعي الفرشه دي. انا مش عارفه مالي ملخبطه في الكلام كده ليه. ازاي ترفعي فرشه الحواجب وتبقى بروفيشنال معاكي. هسيب لكم لينك الفيديو تحت. الفيديو ده عالمي، الفيديو ده حلو جدا جدا جدا. تمام. فهناخد من الفرشه ونرسم الحواجب. اصلا بصوا الماسكارا الفرشه بتاعتها صغنونه خالص ازاي، حلوه قوي. بصوا يا بنات لونها بتفتح لون الحاجب ازاي. هنضف حواجبي بالكونسيلر بتاع ايفون اللي هو اسمه ايفون ترو. تمام. دي الدرجة التانية اللي هي الغامقة الميديوم، مش الدرجة الفاتحة. هو مفيش منه غير درجتين، وللأسف انا كنت طالبة الباور ستاي كونسيلر، بس للأسف ان هو كان مش موجود يعني للأسف. هنضف حواجبي بالفرشة رقم 7 من نفس الطقم.
اول حاجه اللي متابعيني عارفين ان انا اوريدي عندي اللي هي الباليت بتاعه الكونتور بتاعه ايفون قديمه، اللي هو الشيد الميديوم. تمام، فانا جبت منها دلوقتي جديد الشيد الاغمق، اللي هو اغمق شيد خالص، لان الشيد القديم او الشيد الميديوم طلع فاتح جدا زي ما انتوا عارفين، فانا بستخدمه ككونسيلر مش ككونتور. فهبتدي اخد منه وابطن جفن العين. هاخد الدرجة الفاتحة وهبطن بيها جفن العين كله. انا قلتلكوا قبل كده الباليت دي كريمية جدا جدا يعني. وهثبت باي باودر عندي. دلوقتي هاخد من باليت الكونتور بتاعت ايفون اللي هي الجديدة، اللي هي اغمق درجة خالص اهي، دي الوانها ماشي. هاخد اللي هو اللون الباودر المفروض ان هو برونزر، وهبتدي استخدمه كاي شادو. هبتدي استخدمه فين بقى؟ هبتدي استخدمه في المنطقه دي كده، كاني بعمل كونتور للعين ماشي اهو كده. وهطلع عند الحاجب هنا واروح نازله. تمام، تاني هوريكم تاني. هشتغل من هنا كده كاني بعمل كونتور، وهطلع عند الحاجب واروح نازله. الفرشه دي من اكتر الفرش اللي انا بحبها في الطقم اللي هو بتاع بي اتش اللي انا بقول لكم عليه، لانها بتحط الاي شادو في المكان اللي انت عايزاه بالظبط، يعني بتحدد، فاهمين؟ وبعدين يا بنات هاخد القلم ده من ايفون، دي العلبه بتاعته اهو ماشي. ده قلم اي شادو، يعني ده قلم اي شادو وفي نفس الوقت اي شادو وفي نفس الوقت يعني كحل. ده جديد تخين كده، بصوا ده بيبقى شكله اهو، بيبقى تخين كده من ايفون، ده اللون البني منه، وبيبقى معاه برايه صغننه كده عشان تخلي دايما ال القلم يعني ليه بوز. انا مش عارفه الكلام تايه مني خالص النهارده. تمام، هاخده كده وهرسم بيه كاني برسم ايلاينر بسيط كده. تمام، وهخش بس هنا كده هحط اللون. تمام كده في زاوية العين دي. وبعدين بنفس الفرشة اللي بقولكوا اللي انا بحبها اللي هي رقم 8 من الطقم ده، هبتدي ادمج اللون شوية في مكانه. النهارده هنستعين شوية بباليت خارجية عن ايفون، اللي هي الباليت بتاعة سموك لا سوري برجندي من مسلين ماشي. هاخد منها اللون النبيتي ده بفرشة كبيرة من رقم 4 من نفس الطقم، وهبتدي هنا كده عند الكسرة هبتدي اوزع اللون مع اللون البني اللي انا كنت حاطاه. هعمل زي قوس كده. هرجع بالكونسيلر وهعمل هاف كات كريس كده تمام في اول العين. هاخد فرشة تانية كده يا بنات، وهاخد الهايلايتر اللي موجود في الباليت دي، الباليت اللي هي الميديوم اللي انا بستخدمها ككونسيلر ماشي. الهايلايت اللي فيها ده فاشل، فانا مكحتاه بالبتاع كده تمام، واخده منه بالفرشه. شايفين طلع ازاي؟ كان الاول ما بيطلعش اصلا. وهبتدي امشي على الكات كريس اللي انا عاملاه. وبعدين يا بنات هرجع بالفرشة رقم 5 اللي هي الدمج المتوسطة دي، وهاخد اللون النبيتي من نفس الباليت مع اللون الموف، وهنا كده وادمج اللي هو في طرف العين ده. بصوا انا مش عايزة الكات كريس تبقى محدده قوي، لا انا عايزاها تبقى بصوا مدموجه زي دي كده، انا مش عايزاها تبقى محدده كده. فهفضل اخد من اللونين دول وادمج في طرف العين وادمج على طرف الكات كريس.
الخطوه اللي بعد كده هاخد فرشه ايلاينر وهرسم ايلاينر بالروج. الروج ده اللي هو باور ستاي الجديد، ماشي. دي درجه اسمها كبيره قوي ستاي بوت سينجري. كل ده اسم، يعني كل ده اسم روج ستاي بوت سينجري. هحط لكم الاسم بتاعها هنا او رقمها ايا كان، المهم ان هي لونها نبيتي غامق. تمام، ده لونها اهو. تمام، احط لكم هنا سوتش. اقول لكم لا مش هعمل سوتش، انا كده كده هحطه روج، فانا هاخد منه واحطه كايلاينر. رسمت الايلاينر بنات بالروج، وهاخد الفرشه اللي كان مكانها اصلا اللون الفاتح اللي هو الهايلايت دوت اللي انا كنت حاطاه، وهحطه تحت الحاجب، يعني ببقيه الفرشه مش هحط تاني. دلوقتي هنيجي على مرحله الفاونديشن. هستخدم الفاونديشن بتاع باور ستي اللي انا اوريدي عامله لكم عنه ريفيو كامل، ماشي. هسيب لكم لينك الريفيو تحت عشان تتفرجوا عليه. الدرجه اللي انا هستخدمها دي اسمها ميديوم بيج، والدرجه دي غامقه عليا، تمام. بس انا هستخدمها وهستخدمها ككونسيلر كمان، لان زي ما قلت لكم هي غامقه فهي هتكنسل اصلا كل حاجه في البشره. اكتر طريقه بحب استخدمها للفاونديشن ده ان انا افرده بفرشه فلات وبعدين اطبطب عليه بالبيوتي بلندر. عايز تستخدميه بالبيوتي بلندر على طول برضه هيبقى حلو. زي ما انتوا طبعا شايفين الفاونديشن ده بيأكسد ازاي. بصوا كل ما بحطه تاني يبقى لونه فاتح وبعد كده يغمق. شايفين؟ بصوا بيأكسد بطريقه فظيعه. زي ما قلت لكم انا هسيب لكم لينك الريفيو بتاع الفاونديشن ده تحت في صندوق الوصف، اللي عايز يتفرج على رأيي في الفاونديشن ده وانا بستخدمه وكل حاجه عنه في فيديو كامل لوحده. غيرت الرموش، مش عارفه الرموش الاولانيه ما كانتش عاجباني غيرتها. وهاخد بقى من الباليت الجديده ديت، هاخد درجه الكونتور الغامقه قوي. تمام، او ممكن تعالوا ندمجهم مع بعض، حاسه ان لو دمجناهم هيبقوا احلى. تمام، وابتدي اعمل كونتور. عايزه النهارده اعمل خدود شويه. كريمي بطريقه فظيعه بجد المنتج ده. وبعدين بالفرشه رقم 3 من نفس الطقم هبتدي ادمج. شايفين بيندمج بسهوله ازاي؟ فظيع يعني انا مبحبوش من فراغ بصراحه. هاجي بعد كده بالكونسيلر الفاتح. تمام، وهنور فين بقى؟ هنا في الحته دي كده، وهنا وهنا. هنيجي عند الباودر، هثبت وشي كله بالباودر بتاعت لورا مارسيه. تمام، وهستخدم الفرشه الجميله. هي راحت فين فرشتي اللي انا بحبها جدا الفتره الاخيره للباودر اهي؟ بصوا الفرشه دي من نفس الطقم، تحفه. بتاخد الوش كله ونخلص على طول. بصوا
خدت الخد كله. وهاخدوا الفرشة الأصغر من نفس الطقم، اسمها رقم 2. بصوا عاملة ازاي، هي بصوا شكلها عاملة ازاي. دي بقى تبقى حلوة جدا لتحت العين. اتأكد الأول ان مفيش أي خطوط تحت العين، وابتدي اثبت بقى. هنيجي عند باليت الكونتور بتاعتنا اللي هي اغمق درجة من درجات ايفون، وهاخد اللي هو البرونزر اللي فيها. نيجي بعد كده عند البلاشر. هستخدم البلاشر ده من ايفون اللي هما لونين مع بعض دول. هستخدمه فيكس من مارك طبعا، ده حبيب قلبي. ايه ده ما بيرشش. ايه يا حبيبي مالك، ايه اللي حصل لك؟ باظ؟ لا لا لا، ايه ده؟ ها. وهاخد الماي فيفورت هايلايتر الفتره الاخيره، هو الشو جلو درجه دي اسمها فول بيم. الدرجه دي وهميه يا جدعان، انا بقيت يعني هايلايتر المفضل بالنسبه لي الفتره الاخيره. هنرجع للعين مره تانية، وهستخدم القلم الكحل بتاع باور ستي الاسود. تمام، وهحطه جوه العين. بصوا القلم يا جماعه، القلم تحفه، القلم تحفه، بيرسم على طول، لونه اسود فاحم، عجبني جدا. وهخرجه سنه بره العين على خط الرموش. ماشي، بصوا كده. هرجع يا بنات بالفرشه رقم 8 اللي هي تقريبا اكتر فرشه استخدمناها النهارده في اللوك، وهرجع من نفس الباليت بتاعه برجندي. هاخد اللون النبيتي. ماشي، وابتدي ادمج الكحل الاسود تحت العين. وهرجع بنات باللون الموف. تمام، هاخد من اللون الموف وهدمج يعني الحته الاخيره بس، يعني مش هطلع باللون الموف قدام. تمام، هدمج هنا بس باللون الموف كده لحد نص العين بس. دلوقتي هحط الروج، نفس الروج اللي انا اصلا اوريدي عملت بيه الايلاينر. كده يا بنات بعد ما حطيت الروج، بصوا ده لون الروج مط. دلوقتي بقى بعد ما شفتوه، هحط انا روج تاني من ايفون برضو اللي هو الميتاليك. ماشي، الدرجة دي اسمها بالم او بلام حاجة كده. بصوا بقى الجمال، بصوا لون الروج تحفة. تعالوا بقى نتكلم بقى بسرعة عن المنتجات اللي استخدمناها النهاردة مع بعض الجديدة. تمام، اول حاجة هتكلم عنها النهاردة هي الروج. الروج ده من باور ستي، رهيب رهيب رهيب، واكيد هجيب منه الوان تانية تحفة جدا، حلو جدا. بيجمنت بتاعه فظيع زي ما انتوا شفتوا. تاني حاجة ثباته وهمي، انا طبعا مجرباه قبل ما اتكلم معاكم النهارده عنه. ثباته تحفه يا بنات، انا كلت وشربت وعملت كل حاجه اليوم اللي حطيته فيه وما اتحركش من مكانه. فعليا ثباته مش طبيعي، بيجمنت مش طبيعي. لا تحفه، عجبني. يعني انا اساسا كنت جايباه وانا خايفه جدا، لان انا كل تجاربي
تجاربي مع الارواش بتاعه ايفون اللي هي الشكل دوت او الليكويد كانت سيئه جدا جدا بتاعه مارك. لكن باور ستاي ده عدى كل الحدود. العيب الوحيد اللي فيه ان هو بيلزق الشفايف في بعض. ماشي، هو كان مش باين دلوقتي التلزيق عشان انا حطيت التاني اللي هو دوت، لكن هو بيلزق شفايف جامد. وانا قلت قبل كده ان الموضوع دوت بتتغلبي عليه بحبه لوس باودر، خلاص التلزيقه دي بتروح تماما. غير كده الروج ده فظيع يعني، يستاهل كل ربع جنيه بيدفع فيه حقيقي يعني. عجبني جدا 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 كمان مره. ماشي، نيجي بعد كده على الروج الميتاليك. زي ما انتم شايفين جماله يا جمال الوانك لونه رهيب يا جماعه، حلو جدا جدا. واللي عايز يشوف اللون لوحده اهو، ده اللون لوحده مش باين، يمكن الميتاليك بتاعه من اهو. بصوا حلو جدا جدا. ولكن هذا الروج غير ثابت، الروج ده مش ثابت يعني. هو صحيح مط تمام يعني، هو ميتاليك مط زي ما انتم شايفين، مش جلوس، فاهمين قصدي؟ بيدي ميتاليك بس مط مش جلوس. ولكن هو لوحده مش ثابت يعني. انت هتحطيه هنا بصوا بيطبع اهو، شايفين؟ هو ده مش ثابت، لكن ده ثابت جدا. لكن الميتاليك مش ثابت خالص يعني. بصوا امسحه هيتمسح على طول. بصوا اهو ما بقاش اي حاجه، تمام. فلكن لونه، او انا ما جربتش غير اللون ده، اكيد هجرب الوان تانية، بس اللون بتاع ذا بالم دوت او بالم دوت رهيب جدا، تمام. اكيد هكتب لكم الدرجات في صندوق الوصف ان شاء الله باذن الله، تمام. فدول كده اول حاجه الروج، لان انا انبهرت بيه جدا. نيجي بعد كده لباليت الكونتور اللي هي دي. انا كان عندي اللون الوسط على اساس ان انا بشرتي ولا بيضه انا قوي ولا خمريه، انا اللي هي الايه القمحيه الفاتحه، تمام. فكنت جايبه الوسط على اساس ان هو المفروض للدرجات الوش الميديوم، ولكن للاسف هو درجاته كونسيلر عاديه جدا، مش درجات كونتور خالص. ولكن انا زي ما قلت لكم حبيت جدا الدرجات بتاعته ككونسيلر تحفه جدا. فجبت بقى المره دي الدرجه الميديم على اساس ان هي كونتور، وفعلا طبعا درجاتها طلعت كونتور جدا حلوه جدا 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 جدا. حتى الباودر بتاعها اللي هو البرونزر شغال زي ما انتم شايفين، عملنا بيه غير التاني خالص، غير دي ما كانش شغال اصلا، ما بيعملش اي لون في اللي هي الباليت القديمه. بصوا الباليت القديمه ما بيطلعش يعني، يمكن كمان عشان انا بصوا مكحتاه، مش عارفه باين عندكم ولا لا، مش عارفه باين ولا لا، بس انا مكحت اهو، شايفين؟ مكحتاه بالفرشه عشان يطلع اي حاجه، وفي الاخر بصوا مطلع ايه؟ مش مطلع اي حاجه، بعكس ده تماما بيطلع لون وحلو جدا. بصوا حلو جدا جدا. فاللي عايزه تجيب يا بنات باليت كونتور من عند ايفون، جيبي رقم الميديم، سوري جيبي الرقم الاخير، اخر شيد حلوه جدا في الكونتور. غير كده الدرجات فاتحه، تمام. انا مش عارفه ليه ما فكرتش ان انا اجرب الهايلايتر بتاعهم بتاع نفس الباليت، مش عارفه ليه ما فكرتش ان انا اجربه، بس هو مش قوي زي ما انتم شايفين يعني. ده ممكن يبقى هايلايتر يومي كده، مش قوي يعني. المهم ان الباليت عجبتني جدا من الاخر. وانا بقى بعشق المرايه بتاعتها، مرايه كبيره وحلوه جدا يعني، تمام. فدي بالنسبه للباليت. نيجي بعد كده الكحل بتاع باور ستي ده بقى عندي ليه تعليق. انا جايبه منه الاسود وجايبه منه كمان الازرق. هوريكم اين انت ايها الازرق. بصوا جايبه منه الاسود والازرق، اوكي. ليه تعليق عليه؟ هو بيرسم في العين بمنتهى السهوله، مش بيحسس العين خالص، ودي حاجه بالنسبه لي انا كرورو مهمه جدا. لونه فحمي مط، تمام كده. بالنسبه للاسود يعني بيرسم في العين من اول مره، تمام. وبيندمج بمنتهى السهوله، لما تيجي تدمجيه بيندمج بمنتهى السهوله الصراحه. ولكن عندي تعليق عليه، ماشي، ان هو بعد شويه اللي بيحصل بقى، وبالذات بقى يمكن مثلا الاسود بيقعد شويه قبل ما يعمل كده، لكن الازرق بيعمل كده على طول. بيعمل ايه بقى؟ بيتمحي من الووتر لاين، ويبتدي ينزل عند الرموش ويتكتل فيها. بصوا انا طول عمري اصلا بحب الحركه دي جدا في الكحل، بيخلي رموشك كأن هي رموش كثيفه، بتخلي شكل العين متحدد وحلو قوي.
ماشي. بس هي القضيه انه اوكي انا بحب الحاجه دي، بس هو المفروض قلم الكحل ما يعملش كده. المفروض ان قلم الكحل يفضل ثابت في الووتر لاين، تمام. لكن هو مش ثابت في الووتر لاين، لكن هو مش بيهبب خالص. انا عايزه اقول لكم ان انا غسلت وشي بيه ما هببش خالص خالص. هو بيتجمع كده عند الرموش ويعمل كأن رموش الكثيفه، لكن مش بيهبب تحت العين. اللي فاهم اللي انا بقوله يكتب لي تحت انا بقول هو انتوا فاهمين انا بقول ايه. تمام. المهم ان هو عجبني، لكن هو مش ثابت في الووتر لاين، لكن هو تحفه وما بيهببش خالص خالص خالص. تمام كده. نيجي بعد كده للقلم اللي هو الاي شادو، اللي هو ده التخين ده. تمام. القلم دوت انا شايفه ان هو هيبقى حلو قوي لو يستخدم جوه العين، لو يستخدم كاي شادو حته واحده، او هيستخدم ترسمي بيه اي لاينر. لكن كاي شادو بيندمج لا، لان هو ما بيندمجش بسهوله. يعني انا حاولت ان انا ادمجه، قعدت كتير جدا، وده غلط على العين، قعدت كتير جدا قبال ما دمجته، فهو ما بيندمجش بسهوله. فلو هتستخدميه تستخدميه لوحده حلو قوي. وطبعا انا عجباني بقى فكره البرايه الجميله دي. ماشي. فده رايي في القلم التخين ده. تمام. نيجي بعد كده ايه تاني استخدمناه. تهيألي هي دي كده كل الحاجات الجديده اللي استخدمناها. بالنسبه للفاونديشن هتلاقوا تحت يعني هتلاقوا تحت في صندوق الوصف فيديو كامل للفاونديشن. بالنسبه لمسكره الحواجب هتلاقوا تحت في صندوق الوصف فيديو كامل لكل حاجات الحواجب بتاعه ايفون لوحدها. غير كده تهيألي مفيش حاجه تانية. خلاص كده على كل حاجه اتكلمنا عليها النهارده. وطبعا هسيب لكم تحت في صندوق الوصف جروب اللي بيبيع كل حاجات ايفون، وعن ثقه من الجروب دوت ان اسعاره كويسه جدا وبتعمل خصومات حلوه جدا. فهسيب لكم تحت، وهسيب لكم تحت اللينك كمان اللي فيه الفرش. وغير كده انتوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتابعوني على الانستجرام.